بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة هنعمل أكلة شتوي مع بعض، القلقاس. اي نعم احنا في الربيع بس احنا بنعمل أكلة شتوي اهو، القلقاس وخضرة والثوم. انا مجهزة كل حاجة عشان نبتدي مع بعض. طبعا هقولها تاني، كلكم شطورات وبتعرفوا تعملوا كل حاجة، بس احنا بنفكر بعض باللي بنعمله. تمام يا حبايبي. دلوقتي انا سلقت اللحمة خلاص وجهزتها، وبعدين هحط عليها القلقاس. ده سليق اللحمه عادي بحط، بس انا بحط فص توم صغير مع البصل وحبهان ومستكه. خلاص. ودوت الرز، احنا هنعمل رز ابيض عادي جدا، بس انا بنقعه 10 دقايق قبل ما اغسله واحطه. احنا عندنا مش بيحبوا معاه رز بشعريه، بيحبوا رز ابيض زي بتاع الفته بيكون مع القلقاس. زي ما قلت لكم، رز ابيض بنغسله كويس جدا جدا، وبعد ما بيتنقع شويه بنغسله تاني. بعدين بحطه على النار وبحط عليه السمنة، وبحط عليه شوية خل صغيرين عشان يبقى أبيض زيادة. فاهمين يا حبايبي؟ خلاص أنا حطيته على النار وحطيت اللي قلتلكوا عليه ملح وخل، وبحط كمان فص حبهان. ده القلقاس في ناس كتير مش بتغسله، بس انا بغسله كويس كويس لحد ما اخليه ما فيهوش اي حاجه مزفلطه خالص، بتغسل كويس جدا جدا. بعدين عايزه اقول لكم على حاجه، انا ماما الله يرحمها، ادعوا لها بالله عليكم بالرحمه والمغفره. الله يرحمها كانت بتعمل القلقاس بالطماطم زي البطاطس، بس انا بنوتي بتحبه بالخضره مش بالسلق كمان، فدي طريقتي انا بعمله بالخضره، بيبقى جميل جدا زي السلق بالظبط. احلفكم بلا تدعوا لامي بالرحمه والمغفره يا حبايبي. زي ما وريتكم الرز اللي احنا بنغسله، انا بص بعيد على الرز تاني علشان الرز لازم يتغسل كويس جدا جدا جدا. وبعد ما يتغسل بحطه على النار، وبحط الخل، نقطتين خل بالظبط او نقطة واحدة، وفص حبهان، والسمنة بلدي طبعا على وشه. هنا القلقاس انا بقلبه بعد ما حطيته عشان ياخد كام غلوة مع اللحمة. وبعدين انا بضرب في الخلاط طماطمايه او طماطم اتنين يعني عشان ما يبقاش احمر قوي، اتنين طماطم ومعاهم فصين توم، وبضربهم في الخلاط. ده الرز انا بوريه لكم. انا بحط الطماطم على القلقاس مع الشوربه، طبعا مش بكتر الشوربه عشان ما يبقاش صايص يعني، يبقى مظبوط. وبعدين عملت الخضره في الهاند بلندر، انا بضربها فيه جامد بتخليها حلوه، وبحط نقطتين شوربه بس عشان الهاند بلندر يبقى ماشي كويس يعني. ونحط معاه الثوم، وبضرب الخضره كويس فيه. انا بتعامل مع الخضره زي السلق بالظبط، وزي اللي بتعمل بالطماطم كده. انا حطيت معلقتين شوربه عشان الهاند بلندر تمشي كويس. بس كده يا حبايبي، صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. صلوا على النبي، حلوه ليك وليا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. ليا افضل الصلاه والسلام. هيا حبايبي، انا كده بضربها في الهاند بلندر كويس عشان تبقى ناعمه. بحطها على النار بمعلقه سمنه عشان تبقى ناعمه يعني. بحاول ارضي جميع الاطراف زي ما بنتي بتحبها بالخضره، وبابا كمان بيحب بالخضره، فبعمله لهم كده. بس والله اللي بيتعمل بالطماطم بيبقى جميل. كده انا حطيت الخضره على القلقاس، وهعمل تاني تقليه بالثوم احطها برضو في الاخر، بس انا حطيت دي علشان تديله اللون برضو الاخضر الحلو الهادي مش الاخضر الغامق. وبعدين هنعمل بالباقي طشه الثوم. انا بسيب دي تفضل على النار لحد ما تنشف قوي، وبعدين احطها على القلقاس. انا كده عملت الخضره في الاول بالهاند بلندر وحطيتها عليه عشان تديله اللون الاخضر الهادي، وبعدين بعمل له التقليه تاني بمعلقه سمنه بلدي. بص خليتها وصلت لحد فين، وبعدين حطيتها عليه. والله كان جميل وسهل وبسيط وعادي يعني، مش الاخضر الجامد قوي بتاع السلق، لا الخضار بتاع الخضره جميل. والله يعملوا بتكاتي يبقى جميل وبألف هنا وشفا. كده احنا حطينا الاكل، وكان عندنا مكرونه سباكيتي والقلقاس باللحمه والرز الابيض الجميل. بص مش هشكر في نفسي، بس والله كان حلو. اعملوا بالتكات دي وهيبقى جميل. نسيت اقول لكم ان انا بعصر عصره ليمون على القلقاس قبل ما احطه على الاكل على طول. او يا حبايبي احنا حطينا الاكل زي ما وريتكم. دلوقتي انا بنضف البوتاجاز
بعد الاكل بنضفه كويس جدا. بحب اشوف الرغاوي قدامي كده، في رغاوي كتير بحب كده والله. انا عندي الحاجات الكتير اللي بننضف بيها زي السترس وكل ده، بس انا بحب اشوف رغوة البريل عليه بيبقى جميل. بصوا اللمعة، اقول لكم بقى بصوا بقى زي الفل. بس احلفكم بالله يا رب يا رب اللي يشوف الفيديو وصل معايا لحد هنا يحط لي لايك، ويكون انا وهي السنه دي يا رب بنزور سيدنا النبي يا رب، اللهم امين. وده المطبخ انا نضفته، بوريكم اهو نضفت المطبخ كله بعد ما خلصت وغسلت المواعين كويس اهو. وبعدين بروق مزاجي بفنجان القهوه. والله بص انا ما كنتش بحب المكنه ولا الحاجات دي، بس فعلا انا بنوتي جابتها لي هديه هي واخويا، بس جميله والقهوه منها بتطلع حلوه قوي. طبعا الشوكولاته عشان ترويق المزاج. اهو انا بعمل قهوه، انا بحب القهوه اللي بلبن، بس هي بتفور فيها فلازم اقف اركز معاها يعني. بس كده عملنا فنجان القهوه، جهزت الشوكولاته. ده بعد الاكل، بعد ايه خلاص مروقت وخلصت اللي ورايا، بروق مزاجي بقى. اللي بدنك عليك حق ولنفسك عليك حق. برضو خلصتي اللي وراكي ورضيتي الكل، راضي نفسك بفنجان القهوه والشوكولاتايه. بألف هنا وشفا.